اللي قدامكم ده موقع داخل الدارك ويب لبيع الأحذية، بس الأحذية دي لو ركزت فيها هتدرك إنها مش طبيعية، لأنها كانت ملك الأشخاص حقيقيين ما بقاش ليهم وجود في حياتنا. علشان كده الأحذية دي أسعارها خيالية وسهل عليك إنك تطلبها من الدارك ويب، بس تفتكر لما هتوصلك لحد بيتك ده هيكون شيء سهل؟ أهو ده بقى السؤال اللي لازم نقف عنده، علشان اللي هحكيه النهاردة هي تجربة حقيقية ومرعبة لشخص قرر يمشي ورا غباء فضوله ودخل الدارك ويب وطلب بنفسه، وده كان سبب فتح باب الجحيم عليه. وحبيبك ميلو مع كل تفصيلة حصلت مع الشخص ده وهحكيها لكم كلها دلوقتي، بس طبعا قبلها خليني اقول لكم مسا عليكم واهلا بيكم يا مروقين في فيديو جديد. عاملين ايه؟ بخير؟ كويسين يعني؟ كوباية القهوة المظبوط وركنك الهادي اللي هنطفي فيه النور ولايكك الرايق بصبعك الصغير على الفيديو ده، وعقلك وخيالك يركزوا معايا انا بس لحد ما نخلص، لان الفيديو ده هيكون فيه مصيبة اتحكت لي من شخص منكم، مصيبة عاش فيها واحدة من ارعب واخطر التجارب. فخدوا نفسكم كويس وخليني اقول لكم بسم الله فلنبدأ. بطل القصة دي شخص منكم انتم مروين، فريد محمد الهادي، صاحب ال 34 سنة. فريد شاب مصري عايش في السعودية من يجي 15 سنة تقريبا هو وعيلته. فريد مهندس أمن سيبراني في شركة كبيرة وشاطر جدا في مجاله لأجل ان هو بيحب اللي بيعمله. فريد يا رؤى منك ليها مفيش حاجة عقلكم فكر فيها إلا لما جربها أيا كانت صح أو غلط، وياما حصلت معاه مصايب شيبت شعره بسبب مشيانه ورا فضوله، لأنه دايما بيحب يجرب كل شيء بنفسه. بس اللي عمله المرة دي كان أغبى شيء ارتكبه في حياته. في ليلة كان فريد سهران في شقته اللي في الرياض بعد يوم طويل متعب في الشركة اللي كان شغال فيها، وكان سهران كعوايده على اللابتوب بتاعه وبيقلب في اليوتيوب وبيتسلى. ولأجل إن عمنا فريد من محبين قصص الدارك ويب فدايما صفحة اليوتيوب قصاده مليانة فيديوهات لأخوكم ملواني والناس كتيرة غيري بتتكلم عن الموضوع ده، أجانب وعرب وأي حاجة تتخيلوها. وليلتها وهو سهران ظهر له فيديو كان بقاله فترة بيظهر له، موضوع غريب كذا أجنبي يتكلم عنه، موقع على الدارك ويب بيبيع أحذية، بس الأحذية دي تخص ناس ميتة. فريد قرر يفتح الفيديو اللي ظهر له ليلتها واتفرج عليه، وثانية ورا ثانية وفجأة الفضول ابتدى يلعب في عقله، لأنه اكتشف إن الموقع ده مش بيبيع أحذية أصحابها ميتين وبس، لا ده في شيء مخيف أكتر من كده في الموضوع، وهي إن كل الأحذية اللي في الموقع ملطخة بدم أصحابها. هنا الفضول بقى عند فريد مش طبيعي. يعني إيه الكلام ده؟ هو الموقع ده حقيقي ولا بيشتغل الناس؟ أسئلة كتيرة ابتدت تتردد في عقل فريد ليلتها. هو كان عنده يقين بأن الدارك ويب ده عالم ممكن يكون فيه الأرعب من موقع الأحذية ده، بس برضه بيبقى فيه نصب كتير على الناس. يعني موضوع الأحذية ده ممكن يكون مجرد شغل عيال مش أكتر، بس ده يتأكد منه إزاي؟ هو ده بقى السؤال يا رؤى منك ليها اللي لازم ندرك إنه هو كان سبب المصيبة اللي حصلت. ليه وايه اللي حصل؟ اللي حصل هو ان فريد قرر يدخل الدارك ويب ويتأكد من الموقع ده بنفسه. عمل كل احتياطاته ليلتها، ثبت نسخة وهمية على اللابتوب بتاعه وفتح متصفح تور ودخل بالاسم والباسورد بتوعه، وفي ظرف ثواني بقى فريد داخل عالم الدارك ويب. ابتدى يسرش عن اسم الموقع ده. فريد مروين قال انه ما كانش عنده ادنى شك بان الموضوع ده ممكن يكون حقيقي، بس كان لازم ان هو يتأكد بنفسه بعد ما الفضول قتله. وبعد وقت طويل ليلتها من البحث عن الموقع ده قدر اخيرا فريد وبصعوبة يوصل له. موقع بيع أحذية طبيعي جدا يشبه أي موقع متواجد على الدارك ويب، صفحة كلها صور لأحذية مختلفة، ولكن الأحذية دي كان شكلها غريب، متهالكة وقديمة ومتوسخة وواضح قوي إنها مش طبيعية، ومليانة نقط كتير كده وكأنها دم فعلا. ومش بس كده، لا ده تحت كل صورة موجودة الجزمة في الموقع فيه شيء مرعب وغريب. فريد لما بدأ يلاحظه حس بأشعار غريبة في جسمه، كان موجود
يا مروقين تاريخين مختلفين واسم شخص موجودين تحت كل صورة جزمة موجودة في الموقع، وكأنهم يا مروقين التاريخين دول تاريخ ولادة وتاريخ وفاة. والمرعب ان في اسماء عرب على الموقع مش بس اسماء اجانب، شيء يا مروقين دب الخوف في قلب فريد ليلتها، ولكنه ما تسببش بانه يقتنع 100%. وده بقى طبع فريد يا مروقين، شخص مش بيقتنع بسهولة، يا ما شاف حاجات في العالم ده طلعت كلها في الاخر مجرد كده، بس برضه شاف بعينيه حاجات شيبت شعره، وده هو اللي جربه بنفسه. فلذلك كان من المستحيل ان فريد يقتنع بالموضوع ده الا لو جرب بنفسه. وهي دي يا مروقين اكبر غلطة ارتكبها فريد في حياته، لان المرة دي التجربة مش هتعدي زي كل مرة. فريد قال لي يا مروين إن بعد تفكير ما تمشي لدقيقة ليلتها ابتدى بكل هدوء ينقي واحدة من الأحذية اللي قصاده في الموقع. جزمة كانت رجالية شكلها مخيف قوي للعين، وكانت باسم واحد أجنبي، تاريخ ولادته 1988 وتاريخ وفاته 2022. اختارها بكل هدوء، ومن بعدها دخل بيانات الدفع الرقمية الخاصة بيه، وحط عنوان شقته اللي قاعد فيها في الرياض، ومن بعدها قفل الموقع واللابتوب بتاعه وقعد مكانه ليلتها بكل هدوء. ومازال في عقله مروقين شيء واحد، وهو ان الموضوع ده ما يستاهلش اي خوف دلوقتي الا لما يتاكد ويشوف بعينه، وده اللي فضل مستنيه فريد مروقين. بس عدى يوم والتاني والتالت وما حصلش حاجه، استنى اسبوع والتاني وبرضه ما حصلش حاجه. هنا بقى فريد اتاكد ان الموضوع مش مجرد كذبه، بل اتاكد ان الموضوع كله نصب في نصب، واستعوض ربنا في الفلوس اللي دفعها واللي كانت قيمتها $600، واتنسى الموضوع بالنسبه له. بس اللي كان فريد مش مدركه وقتها هو ان الموضوع لسه ما انتهاش، بل لسه هيبتدي. بعد مرور شهر تقريبا كان فريد نسي الموضوع ده نهائيا، وكان منشغل في شغله في الشركة قوي، لدرجة ان هو كان بيسهر هناك في الشركة لحد الليل لوحده. وفي واحدة من الليالي دي يا مروقين وهو شغال في مكتبه في الشركة وسهران لوحده تقريبا، وما كانش فيه غير افراد الامن بس، الحراسة بتاعت الشركة مش اكتر، ووسط ما هو كان منشغل في اللي هو شغال عليه فجأة بيلقى حد من افراد الامن دول خبط عليه باب المكتب ودخل. بس الغريب بقى هنا ان فريد كان أول مرة يشوف فرد الأمن ده عندهم في الشركة. كان لابس اليونيفورم بتاع الأمن بتاع شركتهم، بس الملامح الأفريقية دي ما وردتش على شركتهم أبدا. فريد فضل وهو قاعد مكانه باصص لفرد الأمن ده وساكت، ومن بعدها قام قايل له هو أنت جديد هنا معانا؟ الشخص ده ما ردش على فريد بحرف واحد، وفضل واقف عند باب المكتب كده وباصص له. هنا فريد قال له طيب هو انت كنت جاي لي ليه؟ فرد الامن ده مروين وقتها بحركه كلها هدوء رهيب ابتدى يقرب من فريد وهو شايل على ايده صندوق شحن، وقام حطه على مكتبه وخرج من عنده بكل هدوء زي ما دخل ومن غير ما ينطق كلمه واحده. فريد في اللحظه دي ابتدى قلبه يدق بشكل رهيب، لانه ادرك شيء مرعب قوي بالنسبه له. الشخص اللي كان عنده في المكتب دلوقتي مش فرد أمن في الشركة، بل هو الشخص المرسل من الدارك ويب، لأن صندوق الشحن اللي سابه فرد الأمن ده على مكتب فريد ومشي كان عليه علامة مميزة فريد عارف معناها كويس، لأن هي دي العلامة الخاصة بالموقع اللي طلب منه الجزمة على الدارك ويب. فريد قام من مكانه ليلتها بسرعة وخرج من مكتبه وراح يبص على الشخص اللي كان عنده دلوقتي. الرعب كان مالي قلبه، هو الشخص ده عدى من بتوع الأمن ازاي؟ وأصلا هم عرفوا مكان الشركة اللي هو شغال فيها منين؟ لحظات كلها رعب عاشها فريد ليلتها بعد ما أدرك إنه مراقب حرفيا، ولكنه قرر ياخد صندوق الشحن اللي وصله ويرجع شقته في أسرع وقت. وفعلا يا مروين فريد أخد الصندوق من مكتبه وخرج بهدوء تام من الشركة وحط الصندوق في العربية بتاعته ورجع على شقته. وطول الطريق وهو كان باصص للصندوق كان أول مرة يحس بالرعب التقيل ده، ما كانش متعود على ان الموضوع يكون مريب قوي كده. دايما لما كان بيطلب حاجة من الدارك ويب للتجربة كان الموضوع مش بيأخر وبيوصل عادي وكأنه طالب من أمازون، ولكن المرة دي الطلب أخد وقت طويل لدرجة ان فريد نسيه أصلا، ولما وصلوا على عنوان مختلف تماما وكأنهم هم عارفين كان هو فين في لحظتها.
فضل فريد خايف طول الطريق وهو سايق، ولما وصل أخيرا للشقة اللي هو قاعد فيها كان خايف إن هو يطلعها لا يكون في حد مستنيه، ولكن بعد تفكير كتير طلع لشقته. وصل عند الباب وابتدى إنه يفتحه بهدوء شديد. دخل وهو عمال يبص شمال ويمين حواليه وكأن قلبه كان حاسس بشيء غلط، بس بعد ثواني اتأكد إن الدنيا تمام، فأخد نفسه وابتدى يبص للصندوق اللي وصل له، وقرر في لحظتها بإنه يفتحه. حط الصندوق على الترابيزة قصاده وابتدى بآلة حادة يفتح التغليف الكتير اللي عليه. لحظة كان فريد شايف فيها ايده اللي بتترعش من كتر الخوف، وبعد ثواني بسيطة قدر يفتحه أخيرا، علشان في لحظتها يقوم باعد وشه لورا بسرعة بسبب ريحة بشعة وشديدة هبت في وشه من جوه الصندوق ده، وكأنها ريحة شيء متعفن حرفيا. ابتدى يرجع تاني بالراحة وبص جوه الصندوق علشان يلمح كام حاجة كده فوق بعضها، وكان على الوش كده في كيس صغير متغلف لوحده. سحبه فريد من الصندوق وابتدى انه يفتحه علشان يلقى جواه شريط فيديو تسجيلي قديم يشبه شريطان الفيديو اللي ابوك وابويا محتفظين بيهم في بيوتنا. فريد كان مستغرب قوي من الشريط ده، ولكنه سابه على جنب وابتدى يكمل فتح في الصندوق علشان يطلع الحاجة الأهم من كل ده، الجزمة اللي هو طلبها واللي كانت جوه كرتونة صغيرة جوه الصندوق ومتغلفة بتغليف رهيب قوي. ابتدى يسحبها وشال من عليها التغليف بصعوبة، وحرفيا فريد في لحظتها ما كانش قادر ياخد نفسه من بشاعة الريحة اللي خارجة من الكرتونة الصغيرة دي، ولكنه بعد لحظات كان قدر يفتحها علشان يشوف بعينه الجزمة اللي طلبها. لحظة دبت الرعب في شرايين جسمه كلها. الجزمة كانت ريحتها بشعة قوي قوي، حرفيا تشبه ريحة حيوان ميت ومتعفن، شكلها متهالك وكأنها مستعملة فعلا. والمخيف ان الجزمة عليها نقط كتير لونها احمر، كانت مجلدة كده ولازقة، ومتعلق على الجزمة تيكت مكتوب عليه حاجة. لما فريد قراها ابتدى الرعب يدب في قلبه اكتر، لان اللي كان مكتوب على التيكت اللي في الجزمة نفس اسم الشخص اللي فريد لقيه على الموقع تحت الجزمة اللي طلبها دي، الشخص اللي من المفترض انه يكون صاحب الجزمة دي. فريد يا مروقين رغم رعبه من المنظر الا انه برضه ركن الجزمة على جنب وقال انا لازم اتأكد من الموضوع ده بنفسي الاول واعرف الشيء اللي على الجزمة ده هل هو دم حقيقي فعلا ولا لا. وساب الجزمة وقتها على جنب ورجع مسك من تاني شريط الفيديو اللي وصله جوه الصندوق ده. فضل وقتها باصص له كده باستغراب، ولكنه فجأة ابتدى يبرق من كتر الخوف. في اسم مكتوب على الشريط من بره، وده نفس اسم الشخص صاحب الجزمة اللي وصلته. فريد قرر يشوف اللي متسجل على الفيديو ده بأي شكل من الأشكال، لأن الموضوع بالنسبة له بقى مريب قوي. وافتكر في لحظتها إنه عنده جهاز تشغيل شرايط الفيديو كان واخده من والده الله يرحمه محتفظ بيه عنده في الشقة. راح ودور عليه وجابه ووصله، وابتدى في لحظتها يدخل الشريط جوه الجهاز. وبعد ثواني من محاولته لتشغيل الشريط اشتغل أخيرا علشان يشوف شيء بعينه اتسبب في رعب مميت بالنسبة له. الفيديو ده كان مريب لأبعد الحدود يا مروقين. فريد بيقول لي يا مروقين إن لحظة ما كان بيتفرج على الفيديو ده كان حاسس بإن روحه بتنسحب منه. منظر الشخص اللي في الفيديو مش طبيعي، تصرفاته نفسها مش طبيعية، شبه الفيديوهات اللي احنا بنشوفها متسربة من الدارك ويب. لحظة كانت مخيفة قوي على فريد، بس هل كل شيء لحد اللحظة دي حقيقي؟ أهو ده بقى اللي فكر هو هيعرفه ازاي، وما جاش في عقله غير حل واحد، صاحبه المقرب في السعودية الدكتور فراس. مسك تليفونه ليلتها في الوقت المتأخر ده وابتدى يرن على صديقه الدكتور فراس، وبعد ثواني بسيطة كان رد عليه. وفريد قام طالب منه خدمة بسيطة ولكنه ما قالش هي ايه، واتفق معاه انه يعدي عليه الصبح في المكان اللي هو شغال فيه، لان الدكتور فراس هو طبيب شرعي وهيقدر فريد بانه يقنعه بفكرته المجنونة دي، وهو انه يحاول يكتشف له الشيء اللي موجود على الجزمة ده هو الدم فعلا ولا لا. وراح فعلا فريد في اليوم التاني للدكتور فراس، وبعد محاولات كتيرة قدر يقنعه. وفراس كان صديق مقرب قوي لفريد مروقين وعارف تصرفاته المجنونة دي، وقرر يساعده أخيرا بعد محاولات كتيرة من فريد لإقناعه، وقال له إنه يسيب الجزمة دي عنده يومين وهو هيتصرف وهيرد عليه بعد يومين. وفعلا مروقين فريد ساب له الجزمة وراح شاف حياته. ولكن بعد يوم واحد بس حصل شيء مخيف لأبعد الحدود.
فريد كان مروح كعوايده متأخر من الشركة، ولما وصل الشقة بتاعته لقي الباب مفتوح وفي شخص اتكسر القفل ودخل. لحظة فريد افتكر فيها ان في حد كسر باب شقته ودخل يسرقها، ودخل بسرعة جري لجوه هو خايف على حاجاته. ولكن بعد لحظات ادرك ان الشقة كلها تمام وما فيش اي حاجة اتسرقت، بس في شيء مخيف اكتر من السرقة حصل. الجزمة اللي طلبها من الدارك ويب ومن المفترض انها تكون عند صديقه الدكتور فراس كانت مرمية على سريره في اوضة نومه، وجنب منها كارت صغير. ابتدى فريد يقرب من الجزمة وهو مرعوب وما كانش فاهم ازاي الجزمة دي رجعت الشقة تاني، بس لما مسك الكارت اللي لقيه مرمي جنب الجزمة أدرك المصيبة اللي وقع نفسه فيها. الكارت كان مكتوب فيها مروقين رسالة مخصوص لفريد: أنت القادم. لحظة مخيفة لأبعد الحدود. فريد ما كانش فاهم معنى الرسالة دي، ولكنه قلق وابتدى يرن على صاحبه الدكتور فراس وقتها علشان يفهم ايه اللي حصل ويعرف ازاي الجزمة دي رجعت شقته من تاني. ولكنه لما حاول يكلمه اكتر من مرة ليلتها فراس صاحبه ما ردش عليه، فاستنى للصبح وعشان يروح لمكان شغله. وهنا ابتدى الرعب الحقيقي مروقين. لما وصل المكان اللي شغال فيه الدكتور فراس صاحبه وسأل عليه حد من الدكاترة زمايله، قالوا له انه ما جاش النهارده، فقرر انه يروح له البيت بتاعه. ولما راح له يومها في الصبح بيته وسأل عليه، مرات الدكتور فراس قالت له انه ما رجعش من امبارح، وحاولت انها تكلمه اكتر من مرة ولكنه مش بيرد عليها. هنا فريد قلقه زاد اكتر واكتر، وفضل طول اليوم بعد ما رجع الشركة علشان شغله وهو بيحاول يرن على الدكتور فراس، ولكنه للاسف ما قدرش يوصل له. وعلى نهاية اليوم بعد ما الليل حل كانت مشيت كل الموظفين من الشركة وما بقاش غيره هو وافراد الامن بس هم اللي سهرانين فيها، علشان وقتها يحصل له شيء يدرك المصيبة اللي وقع نفسه فيها. حد من افراد الامن اللي عنده في الشركة جاله ومعاه خبر مريب، قال له ان في حد جانا وساب لك معانا مفتاح عربية وركنها تحت في الجراج، وطلب مننا ان احنا نوصل لك المفتاح ده. فريد في اللحظة دي كان مستغرب قوي ومش فاهم حاجة، وخد المفتاح من فرد الامن ده ونزل على جراج الشركة بسرعة علشان يلقى في اللحظة دي عربية سودة مركونة. هو كان عارف كويس العربية دي بتاعت مين، دي عربية صاحبه الدكتور فراس. اتحرك ناحيتها بسرعة وهو خايف ازاي العربية دي وصلت هنا والدكتور فراس فينه. ابتدى بكل خوف يبص جوه العربية، مفيش اي حاجة غريبة، ولكن عقله وقتها كان بيقوله افتح شنطة العربية. فقرر ان هو يمشي ورا عقله وفتح شنطة العربية علشان يلقى فيها صندوق شحن، نفس صندوق الشحن مروقين اللي وصله من الدارك ويب عن طريق موقع الأحذية. فريد اتوتر قوي وقتها وخاف، وابتدى بدون أي تفكير كتير يفتح الصندوق ده بسرعة علشان يلقى جواها كرتونة صغيرة. ابتدى يطلعها وفتحها ولقي جواها جزمة ملطخة كلها بالدم، ومكتوب على التيكت اللي متعلق فيها اسم صاحبه الدكتور فراس. فريد في لحظتها رمى الجزمة من ايده وهو بيصرخ لانه ادرك مصيبة الشيء اللي عمله، وقرر يرجع شقته ويلم كل حاجته لان وجوده في السعودية بقى خطر عليه. وفي اللحظة اللي أنا بحكي لكم فيها القصة دي فريد متواجد في بيت العيلة في المنصورة بعد ما ساب حياته وشغله في السعودية ورجع على مصر، وقرر إنه يحكي قصته ليا علشان يحذركم كلكم ممروقين من أغبى شيء ارتكبه في حياته بعد ما شيانه ورا فضوله اللي تقريبا يشبه كل فضول شخص فيكم. فلذلك خلينا نتعلم حاجة من اللي حصلت مع فريد اللي بالمناسبة بقالي أسبوع بتواصل معاه ولكنه مختفي ومش ظاهر نهائي، وده شيء مخليني حاسس بالخوف وانا بحكي لكم قصته لاني مش مدرك ايه اللي ممكن يحصل لي من بعد ما انزل الفيديو ده، ولكني لسه عندي قصص كتيرة اتحكت لي منكم. ما انا خلاص قررت اسمعكم مروقين، ومن اللحظة دي اعتبروني صندوقكم الاسود. عامة انا خلصت، وجيه دلوقتي دور كل فرد في العيلة بانه يشير الفيديو ده في كل حتة عنده ويعرف صحابه بان في عيلة اسمها عيلة مروقين علشان يجولي هم كمان ويحكوا لي بلاويهم. وصحيح خلينا اختبركم كده ونلعب لعبة حلوة مع بعضينا. في الفيديو ده انا قلت فريد عنده كام سنة، هو ده بقى السؤال اللي هيثبت مدى تركيزكم مع ميلو. ومن غير ما ترجعوا وتدوروا في الفيديو، يلا بقى ورين مين فيكم مركز ومين هيغش. اشوفكم على خير في حكاية جديدة منكم. سلام.